نتفليكس المنصة اللي بنتفرج عليها كل يوم، بنشوف قصص نجاح، دراما وكوميديا. بس عمرك فكرت إن حياتك مش فيلم تتفرج عليه، وإنما هي قصة أنت اللي بتكتبها؟ كل يوم بتفتح الموبايل بتشوف ناس ناجحين، بتسمع عن إنجازاتهم وبتقول لنفسك يا ريتني كنت زيهم. بس الفرق بينك وبينهم مش موهبة خارقة ولا ظروف مثالية. الفرق الوحيد إنهم بدأوا وإنت لسه متردد. ليه هما بيحققوا أحلامهم وإنت لأ؟ ليه كل مرة تفكر تبدأ ترجع لنقطة الصفر؟ ليه مستني اللحظة المناسبة رغم إنها مش هتيجي لوحدها؟ ومن أحد المقولات الشهيرة: النجاح مش للحالمين، النجاح للمبادرين. مش لازم يكون عندك خطة كاملة، كل اللي عليك تبدأ. في الفيديو ده هنعرف مع بعض إزاي توقف دور المتفرج وتبدأ دور البطل في حياتك. ليه الناس بتفضل تتفرج بدل ما تبدأ؟ أول حاجة الخوف من الفشل. بيخافوا يقعوا لكن ما يعرفوش إن الفشل هو أقصر طريق للنجاح. التأجيل المستمر: أبدأ بكرة، الأسبوع الجاي، لما الظروف تتحسن. لكن الحقيقة إن مفيش ظروف مثالية. الشك في النفس: هل أنا قادر؟ هل أنا كفء؟ والنتيجة يفضلوا في نفس المكان. إزاي تكسر الحلقة دي وتطلع منها؟ افهم إن البداية أهم من المثالية. ما تستناش تكون جاهز 100%، لأن الجاهزية بتيجي مع الممارسة. ما تخليش الفشل يرعبك، خليه يعلمك. كل الناس اللي نجحت كانت بتقع لكنهم كانوا بيقوموا تاني. خليك واضح مع نفسك، انت عايز تكون واحد من اللي بيبدأوا ولا اللي بيحلموا؟ طيب ازاي تمرن نفسك على حاجة زي كده؟ خد ورقة واكتب 3 أهداف نفسك تحققهم، وابدأ بأبسط خطوة ممكنة النهاردة، حتى لو كانت مجرد بحث أو تعلم مهارة جديدة. ما تقارنش نفسك بحد، قارن نفسك بنفسك. ودي واحدة من أكبر الأخطاء اللي بتخليك تفضل واقف مكانك، هو إنك بتقارن نفسك باللي وصلوا للقمة، وده بيخليك تحس إنك ولا حاجة. لكن خليني أسألك، هل أنت شفت المراحل اللي مروا بيها؟ هل عرفت هما قد إيه تعبوا وفشلوا عشان يحققوا اللي هما فيه حاليا؟ الناجحين مش عباقرة بس اتحركوا. وأبسط مثال: جيف بيزوس بدأ أمازون في جراج صغير وكان بيبعت الطلبات بنفسه. إيلون ماسك كان على وشك الإفلاس قبل ما شركته تنجح. مايكل جوردن تم رفضه من فريق كرة السلة في المدرسة، لكنه كمل واشتغل على نفسه لحد ما بقى أسطورة. إزاي تستفيد من ده؟ بدل ما تقارن نفسك بغيرك، قارن نفسك بنفسك. هل أنت أحسن من نفسك من سنة، ولا هو الحال زي ما هو؟ كل يوم خد خطوة جديدة حتى لو كانت صغيرة، لأن الخطوات الصغيرة أحسن ما تكون متجمد مكانك. خليك صبور، لأن النجاح رحلة مش لحظة واحدة. طيب ازاي تتدرب على الحاجة دي؟ كل يوم قبل ما تنام اسأل نفسك: ايه الحاجة اللي عملتها النهاردة خلتني أقرب لحلمي أكتر؟ وابدأ اليوم اللي بعده بخطوة جديدة. نيجي لأهم نقطة، وهي قوة الإرادة، السلاح السري للناجحين. كتير من الناس عندهم أحلام، لكن قليل منهم اللي عندهم الإرادة الكافية. الإرادة مش مجرد رغبة، الإرادة هي اللي بتخليك تكمل حتى لما تحس بالتعب، حتى لما الظروف تبقى ضدك. طيب ازاي تقوي إرادتك؟ حدد الأول ليه عايز تنجح. لو السبب مش قوي مش هتقدر تكمل. لازم يكون عندك دافع يخليك ترفض الاستسلام. حط أهداف واضحة، ما تقولش عايز أبقى ناجح، قول عايز أتعلم مهارة جديدة خلال 3 شهور. اجبر نفسك على الالتزام حتى في الأيام اللي مش متحمس فيها، لأن النجاح مش بيعتمد على المزاج، النجاح بيعتمد على الاستمرارية. طيب ازاي تتدرب على حاجة زي كده؟ اكتب 3 أسباب تخليك ما تقدرش تستسلم، وعلقهم في مكان تشوفه كل يوم. ده هيرسخهم أكتر في عقلك اللاواعي، وبالتالي هتبدأ إن أنت تشتغل عليهم. الفشل مش نهاية الطريق، الفشل هو البداية. الخوف من الفشل هو أكتر حاجة بتوقف الناس. لكن هل عارف إن مفيش حد ناجح في العالم إلا ومر بفشل ضخم؟ وعندنا أقرب الأمثلة: ستيف جوبز اتطرد من شركته أبل، لكنه رجع أقوى وعمل ثورة في عالم التكنولوجيا. توماس إديسون فشل أكتر من 1000 مرة قبل ما يخترع المصباح، ولما سألوه قال لهم: أنا ما كنتش بفشل، أنا كنت بتعلم 1000 طريقة غلط. طيب إزاي تتعامل مع الفشل؟ غير تفكيرك. الفشل مش دليل إنك مش ناجح، الفشل دليل إنك بتحاول. قيم أخطائك وتعلم منها بدل ما تكتئب بسببها. خليك مرن وجرب طرق جديدة بدل ما تستسلم. طيب إزاي تتدرب على حاجة زي كده؟ اكتب أي تجربة أنت فشلت فيها قبل كده
وحاول ان انت تستخرج منها 3 دروس وتستفيد منهم. الفرجة مش هتغير حياتك، لكن الفعل هيغيرها. النجاح مش بالكلام ولا بالأمنيات، النجاح أفعال. تقدر تقعد تتفرج على فيديوهات تحفيزية طول اليوم، بس حياتك مش هتتغير غير لما تبدأ تاخد خطوات حقيقية فعلا. طيب ازاي تبدأ؟ حدد هدف واضح، مش لازم يكون ضخم بس لازم يكون واضح. ابدأ بخطوات صغيرة حتى لو كانت خطوة بسيطة جدا، المهم انك تبدأ. خليك ملتزم، النجاح محتاج استمرارية مش مجهود لحظي وينتهي. طب ازاي تتدرب على حاجة زي كده؟ حدد عادة جديدة تساعدك على النجاح، زي القراءة 10 دقايق يوميا، أو إنك تمارس مهارة معينة وابدأ فيها من النهاردة. النجاح مش معجزة، النجاح قرار. الناس الناجحين عندهم نفس ال24 ساعة اللي عندك، الفرق إنهم بيستخدموها صح. انت عندك نفس الفرصة بس القرار في إيدك. اسأل نفسك، هتفضل تتفرج على غيرك وهو بينجح ولا هتكون واحد منهم؟ بعد سنة من النهاردة هتكون لسه زي ما انت ولا هتكون في مكان تاني أفضل؟ وحاول ما تضيعش وقتك في الفرجة وابدأ رحلتك النهاردة. بعد سنة يا إما هتكون لسه بتتفرج، يا إما هتكون واحد تاني خالص مختلف عن الناس. واحد بدأ إن هو يحقق أهدافه، واحد ساب عادات كتيرة سيئة، واحد ساب أصحاب كتير سيئين وبدأ يتجه لأصحاب ناجحين. وبس كده، هو ده كل الفيديو. أتمنى تكون استفدت، ولو عجبك الفيديو متنساش تدعمني بلايك.